لي صديق يحبك في الله، أحبه الله الذي أحبنا فيه، وابتلي بتدخين الرجيلة ويريد نصيحتكم لعله يتركها. نحن ننصح هذا الأخ أن يتقي الله جل في علاه في هذا الشراب الدخان القاتل. الله جل في علاه يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا ريب ولا شك في خبث هذا الذي تشربه. الصحة والعافية والبدن وقوته هذه نعمة من الله جل في علاه. هل سيسألك عنها؟ الجواب: سيسألك. لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر جسمه فيما أبلاه. تصور أعطاك الله هذا الجسم وهذه البنية وهذه القوة، وسيسألك ماذا أطعمته، ماذا سقيته، ماذا فعلت به. يعني وديعة عندك ستسأل عنه. تقول: يا رب شربت الدخان لبدني ولا جسمي، هذا هو شكر النعمة. هذه شكر النعمة البدن والصحة والعافية، أن تشرب الدخان المهلك. أمر آخر: التدخين لا ريب أنه محرم، وأجمع علماء الفتوى على أنه محرم لما فيه من أضرار ومفاسد. كل درهم تضعه في شراء الرجيلة هذه أو الجلوس في المقاهي لشربها، كل درهم تضعه فستسأل عنه. ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ماذا ستقول لربك؟ لأن السؤال سيأتي اليوم أو بعد اليوم. إذا مات الميت قامت قيامته. سيسألك عن بدنك، عن صحتك، عن مالك الذي هو مال الله: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. ليس مالك على الحقيقة، هو الذي أعطاك، وأنت تضعه فيما يغضب الله جل في علاه. يهبك وأنت تعصي، ويعطيك وأنت تفعل هذه القبائح من شرب الدخان. أمر آخر: إذا شربت الدخان بما في ذلك الرجيلة هذه، إذا شربته فالتدخين والدخان لا يقربك ملك أبدا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يأتين مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإذا غابت حولك الملائكة لا يصحبونك ولا يكونون في مكان تدخن فيه، حلت حواليك الشياطين. فماذا سيحل بك وبأفكارك وأحوالك إذا كان قرناؤك من شياطين الإنس والجن؟ أمر آخر: أنك بشرب الدخان تكون داعية شر لهذا المجتمع المسلم. ربما اقتدى بك أحد، وربما شجعت أحدا، وربما كنت سببا في غواية أحد. أتعجب جدا لأولئك الذين يفتحون مقاهي متخصصة لشرب الدخان عبر ما يسمى بالرجيلة. فلتعلم ثم لتعلم ثم لتعلم أن مالك حرام، حرام، ولو كنت ترزق كل يوم الآلاف المؤلفة. مالك حرام، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. تطعم أولادك الحرام، وتطعم زوجتك الحرام، وتشتري مركوبا بالحرام، وتلبس الحرام، وإذا دعوت الله فإنه لا يستجاب لك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له. فمن فتح محلا قهوة مقهى
يجمع فيه هؤلاء فوالله إنه على خطر عظيم. تنشر الشر وتستقبل هؤلاء المساكين الذين ينبغي أن يزجروا عن هذه الأدواء المهلكة، ما تدري إلا وقد ضاع صدره وتنفسه. هاتوا الأكسجين، هاتوا أنبوب الأكسجين، وضعوه في العناية، ثم هلك ورحل سريعا. يخبرنا بعضهم أن النرجيلة هذه أقوى في الضرر من السجارة، ما أدري، هكذا يقولون أن النرجيلة هذه أخطر من مجرد السجارة، وهلك أقوام بسببها. ثم أنت تفتح لهم مكانا وقهوة ومقهى وتجمعهم بهذه الزجاجات التي ينفخونها، لا يدري عن صلاة عشاء، ولا يدري عن أسرة وولد، ولا يدري عن فتاة وبنت أبدا. يفر إلى هذا المكان يبقى فيه الساعات وهو يجذب هذا الشر إلى صدره. ستهلك، وقبل هذا يهلك عليك دينك. فاتق الله في نفسك، واتق الله في زوجتك وولدك. أصحاب المقاهي هؤلاء لا يكاد يبقى في بيته، سيما أصحاب الرجيلة هؤلاء، ساعات يبقون على كرسي ضائع تماما. فليتق الله، وليتق الله أقوام يفسحون لهذا الشر ويهيئون له مقاعد وكراسي، وينفخ الليل كله في وقت أهل الخير، منهم من يقرأ قرآنا، ومنهم من يركع ويسبح، ومنهم من يذكر ربه، ومنهم من يدرس علما، ومنهم من يطلب قوتا ومعاشا بالحلال. فعلى أصحاب هذه المقاهي أن يتقوا الله جل في علاه. يا أخي، الطيب الحلال الطيب كثير، فليبقى مقهى للأطعمة الطيبة، وليبقى للعصائر والمشروبات الطيبة، وسيبارك الله لك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله إنك لتتحمل كل جرم من جلس في هذا المقهى. أنتم تجاهرون بالمعصية وتدعون الناس إليها. كم من شاب وفتى يافع أقبل على الحياة، رآك تأخذ هذه أرجيلة فقلدك، فضاع بسببك. ولربما انتقل الشر إلى الفتيات، ربما. هذا من إظهار الشر والمنكر، والواجب على الهيئات الأمنية التي تحمي هذا المجتمع المسلم أن تغلق هذه المقاهي. إما أن تبيع طيبا من المأكولات والمشروبات والأطعمة، وما أكثرها. يبارك الله لك ولولدك ولزوجتك. ولدك يسعد بما تنفق، وزوجتك تسعد بما تنفق. وإني لا أخبرك، ولو تكاثرت الدراهم والدنانير فسترى عجبا من سوء الأحوال، ومن تكدر البيت، ومن شتات الأسرة، لأن الله جل في علاه ينتقم، سيما بهذه المعاصي الظاهرة. فأوقفوا هذه المقاهي، مقاهي أرجيلة، واتقوا الله ربكم قبل أن يحل عليكم سخط في أنفسكم وفي من يجلس عندكم. وعلى الإخوة المسؤولين على سلامة المجتمع من الظواهر الفاسدة أن يوقفوا هذه المقاهي، وجزاهم الله خيرا.